بتدوري على أحسن غسول لبشرتك صح؟ بس قبل ما تختاري لازم الأول تعرفي الفرق بين غسولات ديرماكتيف التلاتة وكل واحد فيهم هيفيد بشرتك ازاي. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! أول واحد هو غسول ديرماكتيف أكتي ريبير، ده عامل زي البلسم للبشرة الجافة والحساسة، بيغذيها وبيهديها. التاني ده هو ديرماكتيف أكتي وايت، وده بيقلل البقع والغمقان وبيرجع بشرتك تنور، بس بيحتاج شوية وقت علشان تقدري تشوفي النتيجة. آخر واحد هو ديرماكتيف أكتي كلير، اللي بيقضي على الزيوت الزيادة والحبوب، عشان كده هو مثالي للبشرة الدهنية والمختلطة، بس عيبه إن ليه ريحة قوية شوية. طبعا كل واحد فيهم مختلف في المكونات عشان تناسب البشرة، بس مش هعقدلك الموضوع. يعني لو بشرتك جافة روحي للأكتي ريبير لأن فيه زيوت طبيعية، ولو عايزة تفتحي بشرتك جربي الأكتي وايت لأن فيه فيتامين سي، ولو بشرتك دهنية وفيها حبوب اختاري الأكتي كلير لأن فيه الساليسيليك أسيد. وكل واحد ليه مميزاته وعيوبه، بس الأكيد إن الاختيار الصح هيخليكي مبسوطة ببشرتك. وهسيبلك اللينكات بتاعتهم عشان تقدري تنقذي بشرتك، وكمان كود خصم زيادة ليكي علشان أكيد تعبتي وانتي